أول مرة لفت اهتمام الكثير بمسابقة ملكات الجمال عندما نشرت الصحف خبر زواج الفنان محرم فؤاد من ملكة الكون روجينا رزق. هذا العام بقى حفل اختيار ملكة الكون كان رواية خيالية مليئة بالتحديات والإثارة. أمريكية وتايلاندية تنافسوا على اللقب ذهب إلى الأمريكية، لكن الإثارة الحقيقية كانت مع التايلاندية أنا سوينجام. خلت الجمهور في ذهول عندما وقفت على المسرح وقالت: نشأت في أحد أفقر أحياء بانكوك، حي فقير مكتظ بالنفايات. لجنة التحكيم ما صدقتش، قالت: أنا ابنة رجل يجمع القمامة وأم تكنس في الشوارع. وقالت إنها لم تكبر في رفاهية، بل عاشت بين أكوام القمامة، وتبرعت بدمها كل 6 أشهر لكي تساعد أهلها. ومع ذلك كانت بتحلم أن تصبح ملكة جمال. المجتمع لم يرحم أحلامها، سخروا منها، أطلقوا عليها لقب ملكة القمامة. أيوة، ملكة القمامة بدل من ملكة الجمال. لكنها وقفت وصمدت وما هربتش من الماضي بتاعها ولم تخجل، حولت تحدياتها إلى قوة. وفعلا في مسابقة تمهيدية في يناير 2023 بنيو أورلينز صعدت على المسرح بفستان لامع. الجميع كان فاخر، فهموا انه فاخر وفستان فاخر، لكن هي قالت: استنوا، ده مصنوع من أغطية عبوات الصودا المعاد تدويرها. وقالت ان هي مش خجلانه من الماضي بتاعها، وان هي عاشت بين اكوام قمامه، لكن كان جواها حلم. والحقيقه جمعت بين الفقر والشجاعه، وظهرت ان القوه الحقيقيه للجمال تكمن في الصدق والاصرار ومواجهه التحديات. هي ما فازتش بلقب ملكه الجمال الكون، لكنها فازت باعلام أشاد بقصة حياتها، وأصبحت حديث العالم كله. لم تربح التاج، لكنها ربحت ما هو أهم: احترام العالم وإعجاب الناس. وهي أعادت حقيقة تعريف كلمة جمال، وفي النهاية لم تكن فائزة بلقب الجمال، ولكن كانت الفائزة بلقب حكاية العام. حبيت أقول لك على التايلاندية التي لم تخجل من ماضيها. تحياتي، أشكرك على الاستماع، وكل عام وحضرتك بخير وسعادة.